نكت قمة المسخرة، جاهز للضحك، حتى البكاء جاهز للضحك. واحد مرة واحد بخيل قوي اتجوز واحدة بخيلة، جابوا ولد سموها صالة. 2 مرة مدرس رياضيات اتجوز مدرسة تاريخ، خلفوا ولد كرس حياته لحل الألغاز 3. مرة واحد راح للدكتور قال له: دكتور عندي دوخة كل ما أشرب شاي. الدكتور قال له: حط السكر بالمعلقة مش بالمروحة. 4 مرة واحد طلع على المسرح، ضحكوا عليه، نزل، زعل ليه؟ لأنه نسي يقول النكتة. 5 مرة واحد غبي وقف قدام المروحة وقال: لا لا لا، المروحة ردت ديت 6. واحد اشترى سرير كسروليه عشان ينام على راحته. مرة واحد بلع موبايل، قالوا مغص رسائل اسمانية. مرة واحد راح يفحص نظره، قالوا: الدكتور ايه مكتوب على اللوحة؟ قالوا: فين اللوحة؟ 9. واحد بيسأل صاحبه: ايه الفرق بين الفيل والبقرة؟ قالوا: الفيل في الغابة والبقرة في الحظيرة. 10 مرة واحد نكدي، قالوا اكتئاب، زعل على الاكتئاب نفسه. 11 مرة واحد راح للدكتور، قالوا: عندي وجع في كل حتة. الدكتور قالوا: انت اللي صباعك مكسور. 12 مرة واحد اتصل بالإسعاف، قالهم: الحقوني ابني بلع 5 جنيه. ردوا عليه: طب اتصل لما يبلع 10 ونبعت لك الفكة. 13 مرة واحد فتح باب التلاجة، لقى الزبادي بيرقص، سألها: ايه بتعملي؟ قالت: انا زبادي خلاط. 14 مرة واحد ماشي على أطراف أصابعه، ليه؟ عشان مفيش فلوس في جيبه فتجنب الهموم. 15 مرة واحد دهب يشتري نظارة، سألوه: للشمس ولا للقراءة؟ قالهم: لا، للوجهة الاجتماعية. 16 مرة واحد عايز يشتري دماغ جديدة، البائع قال له: دي ب1000 ودي ب5000. قالوا: ليه الفرق؟ قالوا: ال5000 دي ما استعملتش. 17 مرة واحد بياكل لبة في المحاضرة، الدكتور قال له: ايه بتعمل؟ قال له: بسمع المحاضرة بصوت مكرمش. 18 مرة واحد راح للحلاق، قال له: عايز قصة تساعدني حلق له ضحكة. 19 مرة واحد راح يتعلم السباحة، سألوه: بتعرف تعوم؟ قالهم: 20 مرة واحد ركب تاكسي، السائق قالوا: فين العنوان؟ قالوا: في الجهة التانية من المدينة أو في المنام لو ما لقتوش. 21 مرة واحد اتخانق مع المروحة، ليه؟ كانت بتلف وتدور في الكلام. 22 مرة واحد طماع شاف إعلان كله واشرب ب1000 جنيه، سأل ولو اتنفس بكام؟ 23 مرة واحد بيسأل صاحبه: ايه أسخف نكتة سمعتها؟ قالوا: اللي جاية دي. 24 مرة واحد اتجوز من غير حب، خلف ولاد من غير ما يعرفهم. 25 مرة واحد راح البحر، لقى السمك بيضحك، قالهم: ايه اللي مضحك؟ قالوا له: واحد برمائي بيعمل تمثيل. 26 مرة واحد حب يعزم أصحابه على مطعم، لقى غالي، عزمهم على التفكير في الأكل. 27 مرة واحد دخل محل أحذية، قال للبائع: عايز جزمة خجولة. سأله: ليه؟ قال له: عشان لما ألبسها ما ترفعش راسها فوق. 28 مرة واحد بيسأل صاحبه: ايه أخبارك؟ قال: زي الزفت. قال: يا بختك، احنا عندنا الاسفلت مكساه. 29 مرة واحد اشترى طفاية حريق، راح يجربها على النار في المسلسل. 30 مرة واحد دخل مسابقة صبر، طردوه عشان كان مستعجل يسأل عن النتيجة. 31 واحد غبي راح للدكتور، قال له: دكتور، لما بشرب شاي بحس بألم في عيني. الدكتور سأله: جربت تشيل الملعقة من الكوب؟ 32 مرة واحد ذهب للبقالة وقال للبائع: عندك سكر؟ قال للبائع: نعم. رد عليه: ليش مو فرحان؟ 33
واحد كسول جدا كتب رسالة لنفسه، ولما وصلت الرسالة ما فتحها. قال أكيد عارف شو كاتب. 34. مدرس سأل الطالب بيش تعرف عن البحر الميت؟ رد الطالب كان مريض وما أحد اهتم فيه. 35. واحد ذهب للمكتبة وقال للمسؤول عندكم كتاب كيفية التعامل مع الكسل؟ رد الموظف موجود في الرف الثالث. قال طيب ممكن تجيبوا لي؟ لو عايز كمان قولي. نكت طيارين لأول مرة تسمعها. ضحك منى الارتفاعات العالية. 1. لماذا لا يتجادل الطيارون أثناء الرحلة؟ لأنهم لا يريدون ارتفاع الأصوات. 2. ماذا قال الطيار لمساعده عندما ضاعوا؟ أعتقد أننا ضائعون، لكننا ضائعون على ارتفاع رائع. 3. لماذا رفض الطيار الزواج من مضيفة الطيران؟ لأنها قالت له لا أستطيع الالتزام، أنا دائما في الجو. 4. كيف يتأكد الطيار من أن الرحلة ستكون